السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. اهلا بكم في يوم جديد وفيديو جديد وان شاء الله تكونوا بخير واحسن حال. الفيديو ده هنتكلم بسرعه عشان احنا المفروض ننزل بسرعه برضو. النهارده هاخدكم معايا في الجايه في الامتحان، اول يوم امتحانات النهارده في اخر سنه دراسيه. عندي ماده نيورال نتورك، فان شاء الله الامتحان الساعه 10. فحياه الساعه كام؟ حياه الساعه 4:30. ليه؟ عشان محتاجين ان احنا نروح نلحق الباص عشان الباص بيطلع الساعه 6:30. فبسرعة بقى، أول حاجة إحنا عايزين نلبس إيه؟ عايزين نلبس هذا البنطلون الوايد ليج الأسود، وعليه هذا التيشيرت الأزرق with vibes be happy و drink water وكده vibes الصيف يعني، مع إن إحنا صايمين بس عادي. وبعديها هلبس الشراب الكحلي ده عليه، وهلبس الكوتشي برضه عشان نفس الدرجة أسود فأزرق وبس. هلبس وبعديها غسلت اسناني قبل الفجر عشان الحمد لله صايمين النهارده، عشان النهارده اول ايام 10 ذي الحجه. وبعديها نغسل بالغسول ونحط الهيالورونيك اسيد ونحط المرطب عادي، وبعد كده هنحط ليب بالم مرطب الشفايف او اهم حاجه هو صن بلوك. وبعد كده هنحط برفان ونسرح شعرنا اكيد وننزل بقى. فبسرعه عشان احنا مستعجلين. أول يوم امتحانات في آخر سنة دراسية، الحمد لله. والله يعني خلصنا امتحان، الدكتورة خدعتنا شوية بس يعني اوفر اول كله حلو يعني، فنشوف اللي بعده بقى. الحمد لله. رجعنا السكن، هنلم شوية حاجات كده عشان ناخدها معايا ونروح وبس كده. حاليا جيت وكلت وصليت وايه تاني عملت ايه، وسمعت كان مسلسل كده، وصورت لكم كام فيديو. كان في تكملة فيديو كانت حلوة قوي، كنت عملتها فكملت تصويرها، فعملت حاجات كتير اهو. وعملت النايت سكين كير روتين، استخدمت غسول فيكس لايت عشان بعد الشمس الحارقة دي محتاج غسول فيكس لايت يهدي الدنيا، ومرطب دير لا مش هايلورونيك، مش هايلورونيك، بستخدم فيتامين سي بالليل وهايلورونيك الصبح، ستارفل وهايدرنس ليب بالم، وحطيت بودي سبلاش كده عشان الدنيا تبقى كويسة وحلوة. ففي جلو كده حلو يا جماعة، لذيذ، لا لذيذ، لأن الشمس كانت حارقة جدا. المهم بقى كنت عايز اقول لكم ان احنا في العشرة ذي الحجة محتاجين ان احنا نزيد طاعات، نبدأ ان احنا نقرب لربنا اكتر، نبدأ ان احنا نحاول ان احنا نجتنب كل الذنوب اللي كنا بنعملها. حتى لو احنا يعني بنعمل ذنوب الدنيا كلها، حاولوا ان انتوا في العشرة دي ما تعملوش اي ذنوب دي، وتخلصوا النية لربنا ان انتوا مش عايزين ترجعوا للذنب ده، وتصبروا. يعني تصبروا على ان انتوا، ان الموضوع صعب، صعب جدا، ومحتاجين نية ومحتاجين الصبر، ودي حاجة مهمة جدا. فمحتاجين ان احنا نزيد طاعات. في طاعات كتيرة جدا ممكن نعملها في العشرة، ان احنا نتصدق، ان احنا نزيد السنن. لو انت بتصليش صلي، زود السنن. نقرأ قرآن، في ورد قرآني على التليجرام والواتساب، والارقام مخفية عشان اللي بيخاف من كده. الصدقات، الزكاة، صلة الرحم، حاجات كتيرة جدا ممكن تعملها في العشرة دي. وحاول ان انت يعني فعلا تعملهم وتخرج فعلا وانت ضميرك مرتاح، نكبر يعني نطلع فعلا واحنا مبسوطين. طبعا العشرة دي يعني اهم طاعة هي الصيام، احسن طاعة، لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ان الصيام لي وانا اجزي به. فالصيام صعب، صعب. المغرب يأذن الساعة 8. الشيطان قوي جدا لان هو مش متسلسل، ولكن احنا اقوى منه. نستعين بالله زي ما قلت لكم النية، ونبدأ ان احنا
نتوكل على ربنا وربنا هيعينكم والله ان شاء الله. برضو اهم حاجه واخر حاجه، وهو ان احنا نبدا نحضر دعوات يوم عرفه من دلوقتي. نبدا نعمل كده ورقه نكتب فيها كل الادعيه اللي احنا عايزينها كلها. انتوا عارفين يعني ممكن تحضروا ادعيه لحد ما تموتوا، يعني عايزين احفاد وعايزين مش عارف عيال قد ايه وبتاع. بصوا، تارجتوا حاجات عاليه جدا بجد. آه، ما ذلك على الله بعزيز، يعني ده مش حاجه بعيده على ربنا. فحاولوا انكم تعملوا ده كله وبس. وحاولوا ان انتوا بقى تبداوا ان انتوا تستغلوا العشرة دي استغلال كويس جدا. ودايما دايما سبحان الله العظيم، برضو الموضوع ده فكرني ان احنا دايما بنيجي في اوقات بنحس بانهيار وتعب وارهاق ومش قادرين نكمل في الحياة. فربنا كده بيجيب لنا ايام ان احنا نعيد الشحن بتاعنا، زي العشرة ذي الحجة، زي يوم عرفة. برضو لما بنيجي ايام برضو خلاص فصلنا فيها، بيجي رمضان وربنا بيشحننا بطاقة. سبحان الله العظيم، يعني الأيام دي مش مجرد هباء، يعني سبحان الله. فاستعينوا بالله. ودي كانت آخر الفلوجة، طولت عليكم. هدخل أنام بقى كده، أقعد شوية على الموبايل وأدخل أنام كده. خلصنا اليوم. إن شاء الله أشوفكم في الفلوجة التانية، وأتمنى تكونوا استفدتوا بالفيديو ده بنسبة 1%، وأشوفكم في الفلوجة التانية. باي باي.